تكون نبتة الخشخاش والمعروفة بالخشاشة، أو ربما جوز الطيب المسمى بالجوزة، وأحيانا بذور الحرمل، واللائحة طويلة. هي أعشاب يلجأ إليها بعض الشباب بهدف التخدير، وذلك لقلة تكلفتها مقارنة مع المخدرات الأخرى الباهظة الثمن. يتم مزجها مع أعشاب أخرى لتعطي ما يسمى بالمعجون. الخرشاشة والجوزة بوحدهم كيخلطهم مع مجموعة ديال العشوب، وعاد كيحصل على هذيك الوصفه اللي غيتقلب بها. دائما ما بحالهمش داكشي، كيجي كياخذ واحد كميه قليله ديال الخرشاشه وشويه جنجلان وشويه بحال السوف، وكيضيف عليهم هاد الخرشاشه وهاد الكوزه وكيصدق مقلوب كيدايخ. لكل مدمن طريقته وتجربته الخاصة في عالم الإدمان، فمنهم من يخلط ما يسمى بالمعجون بالقنب الهندي كي تزداد فعاليته المخدرة، ومنهم من يمزجه ببعض الأدوية المهدئة التي من المفروض ألا يتم الحصول عليها إلا عن طريق وصفة طبية. فرماسيان السيرو واحد السيرو كاين 20 درهم، لما كانش ملي كيكونوا محيحين بوليس ولا شي حاجه ما كاينش مروانه كيضربوها وغريبه. كله عنده طريقته. المهم الطريقه اللي معروفه بالمعجون هي الماريوانا هي اللي كيحيدوا من الكيف، ملي كينقعوا الكيف باش يقصوا كتشاط هذاك الشياط، هذاك هي الماريوانا. كنستعمل الحشيشه ومعجون كيف. حسب الإحصائيات التي سجلها المركز الوطني لمحاربة التسمم، فنسبة حالات التسمم عن طريق الأعشاب وصلت ما بين 1980 و2011 1100 حالة تسمم بالأعشاب، 90% سببها الرئيسي ما يدعى بالمعجون. واحد المجموعه ديال الاعشاب اللي عندهم واحد الخصائص اللي هي مهلوسات، دونك هذاك الشيء علاش كيديروهم مع المعجون باش كيزيدوا على الخصائص المهلوسه اللي هي كاينه ديال الكنابيس ولا القنب الهندي، وتيزيدوا لديك الشعور بالهلوسه. ولكن المشكل اللي كاين في هذا الاستعمال ديال هذه الاعشاب هو انها كيمكن لها تؤدي الى تسممات، والتسممات اللي هي خطيره جدا اللي كيمكن لها تؤدي الى حالات الوفاه. تحسين المزاج غطاء يختبئ وراءه كل متعاط للمخدرات المحضرة منزليا، ووهم يصدقه كل مدمن من أجل الهروب من الواقع، عملية تؤدي مع مرور الوقت إلى إدمان من الصعب الخروج من دوامته، ما يترتب عن ذلك مضاعفات خطيرة جسدية واجتماعية